السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. هنبدأ فيديو مع بعض النهارده جديد ان شاء الله. اتمنى يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده تدوسوا لي لايك ليه. ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. النهارده احنا هنتكلم عن نظافة البنت من الالف للياء حرفيا زي ما بيقولوا كده. يعني ايه اللي المفروض تعمليه كل يوم، ايه اللي المفروض تعمليه كل اسبوع، ايه اللي المفروض تعمليه كل شهر، وايه اللي المفروض تعمليه في الفترة اللي بتبقى صعبة في حياتنا كلنا. طبعا انتوا عارفين هاني فترة. تمام. فان شاء الله باذن الله واحده واحده كده مع بعض هنعمل جدول ونقسم الدنيا ونظبطها للي مش عارف يعمل ايه في الفترات دي كلها، او في الوقت، او يمشي دنيته ازاي او حياته ازاي، ان هو تحافظي على نظافتك ازاي. تاخدي بالك من نفسك ازاي. تمام. اول حاجه الحاجات اللي المفروض تعمليها يوميا ايه هي؟ اول حاجه فيها غسل الايد. طبعا غسل الايد مش قادره اقول لكم ضروري ومهم قد ايه. انت طول الوقت ايدك على وشك، قاعده حاطه ايدك على وشك كده، عامله كده، بتلعبي في وشك، بتعملي حاجه، عينيك اتطرفت، هتشوفي، هتحطي صبعك طبيعي. فطبعا يعني الايد دي اهم حاجه في الدنيا، لازم تغسليها. طبعا الناس اللي بتصلي، احنا بنتوضى 5 مرات في اليوم. فدي حاجة كويسة جدا جدا، يعني حلوة قوي. مش محتاجة بقى ان انت تفكري نفسك ان انت كل شوية تغسلي ايدك. طيب. بعد كده عندنا غسل الوجه او الروتين بتاعنا. طيب. الوش مش، ما ينفعش ان انت ما تغسليهوش في اليوم. لازم على الاقل مرتين في اليوم، مرة الصبح بعد ما تصحي، ومرة قبل ما تنام. ولو يا بقى بتعملي الروتين بتاعك بقى بتستعملي له غسول وتونر، وبعد كده بتحطي له مرطب، ولو هتنزلي تحطي الصن بلوك بتاعك، يا بقى خلاص انت كده بصي مدلعه بشرتك على الاخر. مش محتاجه اصلا اللي انا بقوله ده. فاحنا يعني على قد ما تقدري برضو حافظي على الروتين بتاعك، ما تعملوش في يوم. انا عارفه ان احنا اليومين اللي احنا فيهم دول يومين ساعة شوية، معلش. بس خلي بالك برضو المياه السخنة بتدمر البشرة. على قد ما تقدري تبقى مياه فترة او مياه دافية. ما تغسليش بمية ساقعة قوي ولا مية سخنة قوي علشان بشرتك ما تتدمرش في الاخر. تمام. طيب. يبقى احنا اتفقنا غسول وتونر. طبعا عملنا التونر قبل كده من البيت، ولسه ما زلنا بنعمل كتير. ممكن اسيب لكم فيديوهات في صندوق الوصف تحت. والغسول طبعا عملنا غسول برضو قبل كده من صابونة نابلس شاهين. لو انت مش الدنيا مش مساعده معاكي ان انت تجيبي، ابسطها صابونة نابلس شاهين دي غير اي صابونه في الدنيا، ما فيهاش اي مواد كيماويه، من زيت الزيتون والجليسرين، حاجات كويسه جدا. برضو هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. المرطب بقى، اي مرطب في الدنيا برضو تستعمليه لبشرتك، بس يكون مناسب لبشرتك، مش اي حاجه والسلام. بالنسبة للسيروم، عملنا سيروم برضو قبل كده. فاحنا الدنيا معانا حلوة، يعني احنا كل حاجة ممكن نعملها من البيت ومكونات طبيعية، وما نصرفش على بشرتنا، بس في نفس الوقت احنا بنحافظ عليها. تالت حاجة وهي غسيل الأسنان، يوميا غسيل الأسنان. على الأقل مرة برضو الصبح ومرة بالليل. يعني انت وانت بتغسلي وشك وبتعملي الروتين بتاعك الصبح وبتتوضي، ما تنسيش سنانك بالمره. برضو ليها حق عليكي، هي جوه بس برضو ضروريه يا جماعه قوي. والحاجه اللي بعد كده هي مزيل العرق. على قد ما تقدري تستخدمي مزيل العرق تحت الهدوم، وتكون حاجه نظيفه كويسه ما فيهاش مواد كيماويه ضاره، ومش تحت الهدوم على طول، يعني ما بين الهدوم، يعني بحيث ان هي يديكي فتره انتعاش ويحس كده بروحه وانت حاطه. محدش هيشم فيكي حاجه، ما تخافيش. مش زي البرفان خالص، انت بتحطيه تحت الهدوم مش بتحطيه على الهدوم من فوق، الا بقى لو انت رشيتيه زي البرفان من فوق، ده ساعتها الناس ممكن تشمها، انما احنا بنتكلم من تحت. تمام. الحاجة اللي بعد كده وهي نظافة الجسم والملابس اللي انت بتلبسيها. احنا طبعا في فترة الشتاء، ماشي ما فيش مشكلة، بس حاولي على قد ما تقدري، ان انت هدوم دايما تتغير كل يوم، الملابس كمان اللي من تحت اكتر كل يوم. وتعملي وتكون قطنية، ما تكونش بلاستر ولا الحاجات اللي فيها فتلة حرير والكلام ده كله، عشان صحتك انت مش عشان حاجة. وكمان انتوا عارفين ان في بتبقى افرازات طبعا. اي جسم في الدنيا بيفرز هرمونات، والهرمونات بتفرز
حاجات كده غريبة. فطبعا لازم نحافظ على الكلام ده من الجراثيم والفطريات والالتهابات والحاجات دي كلها، ربنا يعافينا يا رب. فانت حاولي على قد ما تقدري تغيري كل يوم طقم، وكمان تحافظي على نظافة جسمك بقى، يعني اللي هو ايه، دش، شاور سخن، الحاجات دي كلها. ما تبقيش جاية مثلا من بره وتخشي تنامي على طول، مثلا تبقي طول النهار بره رايحه في الشغل او في جامعه او بتعملي حاجه طول النهار مرمطه جسمك طول النهار، وتيجي تنامي في الاخر كده. غلط غلط غلط، اكبر غلط يا جماعه. انا بالنسبه لي افضل ان انت تاخدي شاور قبل ما تنامي، عن ما انك بعد ما تصحي تاخدي الشاور. يعني انت بتبقي لسه صاحيه بقى من النوم والكلام ده كله، ما تبقيش عامله حاجه، انت بتبقي نايمه، فبتبقى الجسم نظيف مرتاح منعش الكلام ده كله. انما لما تاخدي بالليل بعد ما بتيجي بعد تعب بقى وشقة طول النهار، فبتحسي كده براحة رهيبة والله. بتحسي براحة رهيبة كتير يعني. تمام كده بقى. ايه الحاجات اللي انت المفروض تعمليها كل اسبوع؟ حاولي على قد ما تقدري تخصصي يوم واحد في الاسبوع كله، احنا عندنا 7 ايام، حاولي تخصصي يوم واحد فيهم انك تعملي شوية الحاجات دول، او الكام حاجة دول. معلش بتعدل بس. الكام حاجه دولت ايه هما الكام حاجه؟ اول حاجه تبصي على ضوافرك، لو محتاجه ان هي مثلا هتعمليهم بالقصافه او هتعمليهم بالمبرد، هتبرديهم، هتظبطيهم وتسويهم وتنضفيهم، تمام، يبقوا شكلهم حلو. تاني حاجة تعملي جلسة تنظيف لبشرتك، يعني تعملي مثلا حمام بخار لبشرتك مرة واحدة في الأسبوع، مش أكتر من كده. هتعملي مقشر لبشرتك، هتعملي سكراب ليه. هتظبطي وشك، طبعا احنا عارفين هنظبطه ازاي، الكلام ده كله. شعرك نفس الحكاية برضو، محتاجة تعملي حمام بخار ليه، محتاجة تعملي حمام زيت، معلش، حمام زيت. محتاجة تشوفي فيه حاجة، يعني جلسة ليه، جلسة تنظيف لشعرك برضو زي وشك. تمام. وضوافرك، رجلك برضو نفس الحكاية، هتشوفي ضوافرك لو محتاجة تتقص، هتشوفي حواليها في ايه، تظبطي الدنيا، تعملي بصي قعدة تنظيف كده لنفسك كاملة، ابعدي عن اي حاجة، افصلي ساعتين 2 بس وشوفي كل الحاجات دي. كل الحاجات دي هتتعمل في وقت واحد، يعني انت هتبقي عامله حمام الزيت لشعرك وسايباه حاطه عليه البوني، او سايباه الساعه دي، في نفس الوقت هتكوني حاطه الماسك على وشك او الاسكريب اللي انت بتعمليه، في نفس الوقت تكوني بتشوفي ضوافرك وايديكي، فكله هيبقى في وقت واحد. فاستغلي ساعه او ساعتين في اليوم كله، الاجازه اللي انت قاعداه، او يوم في الاسبوع كله انت مخصصه تعملي فيه الحاجات دي كلها. تمام كده. ايه الحاجات برضو اللي انت المفروض تعمليها كل شهر؟ طبعا شوفي بقى، انت بتستعملي سويت شفرة، طبعا عايزه اقول لكم السويت بتاخد 28 يوم قبل ما تطلع، تبداي تعملي تاني. الشفرة تقريبا مره كل 3 ايام كل اسبوع اقصى حاجه خالص. فانت لو بتستعملي الشفرة خليكي مع خليها من ضمن الخطوات بتاعه الاسبوع اللي انت تعمليها بالاسبوع. انما السويت دي بقى ليها نقطه تانية خالص. تمام. شوفي اطراف شعرك لو محتاجه تتقص او حاجه. بس كده. بس هو ده الروتين الشهري. في حاجه تانية ممكن نعملها؟ فتره البريود بقى دي اخر فتره، وتقريبا اصعب فتره فيهم كلهم. ما ينفعش احنا نهمل حاجه زي كده، تقريبا دي كانت المفروض اقولها اول حاجه، بس خليتها اخر حاجه لاهميتها. يا جماعة الفترة دي مهمة جدا، على قد ما تقدروا ما تحاولوش ان انتوا تهملوا نفسكم في الفترة دي خالص خالص خالص. ما تشيليش تقيل نهائي، ما تشيليش اي حاجة تقيلة، ما تعمليش مجهود خالص. الفترة دي بتبقى الجسم بيبقى ضعيف فيها شوية، وحاجات كتير جدا بتوجعك بقى، هتلاقي ايا كان في اعراض بتظهر على بنات، بتبقى زي مثلا ظهرها، في بطن، في اللي بطنها بتوجعها، في اللي دماغها بتوجعها، مبتبقاش شايفة منها حاجة. تمام. فحاولي ان انت تغيري الفوطة يعني الصحية وكده كل 3-4 ساعات على قد ما تقدري، علشان البكتيريا والجراثيم وعلشان الالتهابات، على قد ما تقدري اعملي كده. حاولي دايما ان انت تبقي دايما نظيفة يا ستي، لو هتاخدي شاور كل يوم ماشي، بس من غير شعرك. تغيري هدومك دايما كل يوم، تتغير زي احنا طبعا في العادي بتاعنا احنا نغيرها كل يوم، بس هتبقى من تحت يعني من بره ومن جوه. تمام. حاولي ان انت تشربي حاجات سخنة على قد ما تقدري كتير كتير. الحلبة،
النعناع، اليانسون، الحاجات دي كلها حلوة جدا 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 في الفترة ديت. حاولي ان انتي يعني تتجنبي على قد ما تقدري الحقن المسكنه، خصوصا لو انت بنت. يعني انت لسه بنت ما اتجوزتيش، حاولي ان انت الحقن المسكنه. طبعا انا كنت واقفه في الصيدليه، كنت بشتغل في الصيدليه، كان بيجي لي بنات كتير خلاص مش قادره ان هي خلاص هي واخده على الحقنه، ان هي لما بتيجي الحاجه ديت لازم تنزل تاخد حقنه مسكنه. طب ما ايه الحاجات دي غلط، بتاثر عليكي وعلى هرموناتك، ممكن لا قدر الله يعني يحصل اي حاجه بعد كده في الجواز، تتاخري في الخلفه شويه. انا مش بقول كلام عمي وخلاص، انا بقول اللي حصل فعلا. يعني في بنات يعني اعرفها حرفيا كانت بتاخد الحاجات دي وحصل ليهم الحاجات دي بعد الجواز، يعني اتاخروا في الخلفه شويه. كانت في اعراض بتظهر عليهم حاجات تانية. انت على قد ما تقدري تجنبيها، ومش الحقن بس، المسكنات كلها عموما، سواء برشام، الكتافست اللي بيقولوا عليه الفوار، والحاجات دي كلها ملهاش لازمه. يعني انت اشربي شويه حاجات سخنه واقعدي كده مع نفسك شويه، وممكن تستعملي اي حاجه سخنه تحطيها على بطنك في الفتره دي. يعني لو عندك قربة سخنة او كيس تحطي فيه شوية مية دافية او شوية مية سخنة وتحطيهم على بطنك وانتي قاعدة كده متدفية، الدنيا هتبقى معاكي كويسة وهتحسي ان الدنيا تمام. مش هتحسي ان في حاجة. حاولي تنسي على قد ما تقدري اللحظة اللي انتي بتبقي فيها دي. حاولي تلهي نفسك فيها في اي حاجة. انتي لو عندك بيت ومتجوزة هتقومي تشتغلي في اي حاجة، تقومي تعملي اي حاجة، الهي نفسك، فانتي هتلاقي معاكي الدنيا ماشية من غير اي حاجة من الحاجات الوحشة اللي احنا مش عايزينها دي. تمام كده. ده الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، اتمنى اكون افدتكم ويكون عجبكم ان شاء الله. لو وصلت معايا لحد اللحظة دي اعملي لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله مرة تانية. مع السلامة.